السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال إن شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديدة اللي غنهضر فيها على الحكم اللي تصدر وأخيرا على سعاد في قضية التشهير اللي اتهمتها فيها الابنة ديالها اللي هي العاقة ستيل، وكذلك غنهضروا على سبب الخلاف ديال سعاد مع الاخت ديالها سميرة في ديك الفتره فاش كنا كنقول لهم علاش ما تصالحوش. المهم هذا الموضوع هذا اللي غنتناقشوا اولا يعني نناقشوا في هذا الفيديو هذه. قبل ما نبدا في التفاصيل بغيت لي اول مره كيشوف القناه ديال جوهره وردازيه يشترك عندي في القناه، فعلوا في زر الجرس باش توصلوا بكل جديد، وديروا جيم لا فيديو بارطاجيوها على اوسع نطاق ممكن. لي كومونتير دائما محلولين، نتمنى انكم تبارطاجيو من الآراء ديالكم، الافكار ديالكم والاقتراحات ديالكم وكذلك الملاحظات ديالكم. اخواني اخواتي، قبل ما نبدا ثاني في الموضوع بغيت نجاوب بعض الاخوات متبعيني من الفيسبوك، يعني حاطه هاد الصوره هذه في ستوريات في فيسبوك، فاذا بهن كيقولوا لي راه الاحتفال الحرام وهذا، وفعلا احتفال براس السنه مهم. ما كنحتفلوش براس السنه، فعلا كنا كنحتفلوا، لكن بعد ما عرفنا باللي راه حرام ميمكنش لينا نحتفلوا مع يعني الناس اللي كيعتقدوا باللي راه بابا نويل ابن الله، استغفر الله عليها كلمه. المهم انا هاد الحلوه هذه بحكم ان مهم لوسي باتيسيير يعني كيقاد المهم عنده محل الحلويات هنا في ورزازات، جابها لينا باش اننا ناكلوا الحلوه ماشي نحتفلوا. الاحتفال هو اننا لو اننا احتفلنا واننا نجيبوا قريعه المناضه ولا العصير ونجلسوا يعني انصومبل في يعني في ليله راس السنه، ونجلسوا كنتسناو ل 12 توصل باش اننا نحتفلوا ونطلقوا الشعبي ولا نديروا شي حاجه. المهم ننشطوا هذا ونحتفلوا وناكلوا الحلوه في داك النهار. اما حنا ما جبنا لا حلوه ما درنا والو في ديك الليله، حتى الغد اللي هو البارح عاد جبنا الحلوه ولا جاب لينا الحلوه، عاد جلسنا كليناها عادي وما درنا معها حتى شي حاجه، كليناها عادي يعني ماشي شي احتفال ولا شي حاجه، حنا فقط كلينا الحلوه. واسمحوا لي واخا خرجت على الموضوع واخا طولت عليكم، المهم بغيت نجاوب داك الاخوات مشكورات، وهنتمنى انكم تشوفوا لا فيديو، اكيد غنبارطاجي معكم اللين ديال الفيديو في الفيسبوك باش الا ما استطعتوش انكم تشوفوا ولا ما طلعتش لكم لا فيديو في اليوتيوب، غتلقاو اللين عندي في الباج في الفيسبوك. المهم اخواني اخواتي، ندخل في صلب الموضوع مباشرة. أول موضوع نتناقشوه هو الحكم اللي تصدر على سعاد وأخيرا في قضية تشهير العاقة متابعة الأم ديالها بتهمة التشهير، لأنه قالت باللي سربت لها الخبرة، سربت لها يعني شهرتها، قالت عليها أنها كاينة مع الأب ديالها يعني في قضية ديال المحارم وشحال من حاجة. سعاد وأخيرا كتاخد الحكم ديالها اللي كي مهم تصدر الحكم اللي هو 6 شهور سجنا نافذة، ماشي نافذة ويلي موقف التنفيذ اللي يعني سورسي، يعني غتحاكم غتلبي العقوبة ديالها وهي خارج أسوار السجن، بحال العاقة تماما في القضية اللي متابعة فيها يعني مع الأستاذ خالد الداودي. المهم سعاد اللي كنشوفوا حاليا أنها مؤخرا غبرات على الأنظار، لأنه طلبا من القاضي قال لها ماشي القاضي عفوا المحامي ديالها قال لها يستحسن من الأحسن أنك تبعدي باش في الاستئناف ما يكونش يعني ما يكونوش شي أمور اللي غتتاني غتكون ضدك، من الأحسن تبعدي على اليوتيوب، ما تبقاش تحطي حتى شي حاجه، وربما تخرجي انتي بلايف ولا هذا تشرحي هذا الامر هذا ديال الحكم ولا شي حاجه وتلقي ثاني في شي كلام، لانه راكم عارفين بلي راه سعاد برواله واي حاجه ما كتقدرش تسكت. وهذا كاين شي امور اللي كتقولوا لها ما تقوليهمش، يلا كتخرج كتستحل انها تقولهم ماشي بالعاني، ولكن لسانها كياكلها ضروري تقول هذا الامر هذا، الا ما قالتوش في العلن كتقولوا في الخاص. المهم خاصها تقول حتى دابا واخا غابر هاد اليومين هادي انا شاكه باللي راه مازال غتخرج ما يعني اللي فيها مهنه بهذا المفهوم هذا، يعني اللي فيها ما هنها اكيد غتبغي تخرج، اكيد غتبغي تهضر، اكيد غتبغي
تستافد يعني ماشي في الموضوع، لكن غتبقى تخدم تاني، يا اما يكون فيديو عادي باش انها تحطو باش هكاك يعني تجمع تاني شي حاجات تخلص بهم يعني في الشهر الجاي، الله اعلم. المهم المحامي نصحها ما تخرج حتى شي فيديو، ما تخرج حتى شي لايف، ما دير حتى شي تصريحات حول هذا الحكم هذا، لان ربما في الاستئناف يعني اذا طلبوا يعني الاستئناف، اذا طلبت يعني العاقل الاستئناف ولا المحامي ديالها، اكيد الا درت يعني شي غلطه او شي زله لسان او شي خرجه اللي غير موافقه كيف العاده، غيتخاد بعين الاعتبار داكشي وغتعتمد في يعني غتعتمد في الاستئناف. داكشي علاش قلت لها من الاحسن ما تخرجيش، باش هكاك يعني يعني القاضي اللي غيحكم لك في الاستئناف يلقاك يعني ما درتي حتى شي حاجه من بعد، يخلي لك يعني ديك 6 شهور بلا ما يزيد عليك حتى شي حاجه، وربما غينقص لك. المهم نتمنى تبقى هكاك حتى تكمل المده السجنيه، ولكن ما يمكنش، راه ما تقدرش تبعد، ربما غتفوت واحد المده غير تفوتها الصدمه، لان عند بالها غتاخذ براءه، وعند بالها ان الابنه ديالها اللي كتوهمها بالتنازلات وبالصلح يعني غتبغي تنازل ليها في اخر المطاف، يعني في الدقيقه 90 كيف ما كنقولوا. هي ما يعني باللي يعني مصدومه مادام ان البنت ما تنازلاتش، ومادام ان البنت باقا مصره ان تسجل الام ديالها، داكشي علاش هي باقا مصدومه، وهي دابا مختفيه في هاد الاونه هذه، حكم ان الصدمه غلباتها ملي تلقات الخبر ديال الحكم النهائي ديالها في هذه القضيه هذه، يعني في المحكمه الابتدائيه مازال كنتسناو محكمه الاستئناف. المهم وكذلك غنهضروا على الخلاف ديالها، سبب الخلاف ديالها مع الاخت ديالها في ديك الفتره، يعني فاش كانت يعني فاش كانت يعني مازال مع الاخت ناعمه، اللي كتقول عليها بنت خالتها ولا ما عرفت. المهم مع ديك شيماء والام ديالها ناعمه، كنا دائما كنقولوا لها كيفاش دابا انتي وهذا خصك تصالحي مع الاخت ديالك، سيري وهذا. وفي واحد النهار هذاك شفتوها كيفاش مشات تقضى داكشي اللي المهم ما تيسر، ومشات عندها ودات ليها داكشي. يعني هذا كان يعني واحد الخطوه للتواصل والصلح بينها وبين الاخت ديالها. لكن حنا في ديك الفتره كنا كنتسائلوا شنو هو السبب الحقيقي وراء خلافهم، يعني الخلاف ديالهم علاش كانوا مخاصمات، علاش وصلوا لدرجه انهم ما يتهادروش مع بعضياتهم. قريت بعض التعاليق اللي بصراحه عمرني ما رديت ليهم البال، ماشي من طبيعه الحال. مهم قريت باللي سبب الخلاف بين سعاد والاخت ديالها هي انه مادام انها خرجت دابا في منبر شوف تيفي، قالت ليهم باللي راه سولوها علاش كنتي هكا، علاش سكتي، ولا علاش رجعتي للراجل مادام انك يعني كنتي شاكه فيه وهذا. قلت لها كنت شاكه وكنت كنشوف شي امور وهذا، لكن انا ما بغيتش نقتنع ولا ما قدرتش نقتنع وهذا. حتى من الاخت ديالي جات وقالت لي وفعلت لي، قالت لي شنو شافت وهذا، ولكن ما تيقتهاش. المهم ما عاودتش لب المشكل في ديك اللحظه. لكن دابا جيت باش نقول لكم راه سبب الخلاف ديالهم على ما قريت انا في ديك التعليق، وان سعاد كانت كتهم الاخت ديالها انها حاسدها، وفعلا خرجت في شي فيديوهات في العلن اصلا قالت باللي راه سميره حاسدها، يعني كتغير منها وشحال من حاجه، راه غتلقاو فيديوهاتها وكلشي شاهد على ان سعاد كانت كضرب في سميره، وكانت كتقول على شي امور اللي غير منطقيه. هذه اختها هي حسره. لكن سعاد درت غلط، لانه فاش جات عند سميره وقالت لها شنو شفت، كان عليها يعني حتى هي صافي تقتنع وتقول شنو كاين، صافي يعني تحطهم في قفص الاتهام عفوا، ماشي هي عندها الحقيقه وكتشوف، لكن كتقول بلي راه غير كيتهيأ ليا، ولكن ماشي انطلاقا من راسها. لكن بكري شو بنته كيقولوا لها انت غير كتخيلي شي امور ما كاينينش، انت غير كيتهيأ ليك، انت غير هذه، يعني صافي قنعوها بلي داكشي اللي كتشوف عادي، غير هي ما باغاش تقبله، هو كيتهيأ ليها شي امور اللي ماشي ما كطراش. المهم سبب الخلاف بين سميرة وسعاد هو ان سعاد جات عندها ديريكتومون ابار كاع اليوتيوب وهذا، فاش سعاد قالت عفوا فاش سميرة قالت لسعاد شنو شفت يعني على زين المحارم، يعني الاب مع بنته وداكشي، يعني اللي عاودت لنا سميرة في المحضر، عاودت في المحضر ماشي عاودت في المحضر انها شفت داكشي يعني اللي كيزعزع عرش الرحمن.
صافي سعاد تصدمات بداك الشيء اللي عاودت لها الاخت ديالها وما رضاتش. راكم عارفين اي وحده ما غترضاش ان مهم ما غترضاش كاع هذا الشيء على راسها نهائيا. فقررت انها تواجهها في ديك اللحظه. قالت لها لا انت هذه كت يعني كتبلعي على راجلي، كتبلعي على بنتي، ما كاينش ما كاينش وهذا طاطا وهذا طاطا، انت يا الدايره يا الفاعله يا التاركه، شوفي غير راسك، جمعي راسك وديري وفعلي وتركي. يعني شي امور قالتهم ليها اللي خلى سميره عفوا صافي بقى فيها الحال وتجمع راسها من اختها. واخا اختها بنت امها وباها، لكن خلاتها بديك الهضره تجمع راسها وتمشي في حالاتها وتمشي في حال سبيلها وتبعد منها وما تبقاش يعني الدور في ساحتها. داكشي علاش كنشوفوا سميره مبقاتش كاريمون كتجبد يعني سعاد، اولا كتهضر عليها، اولا كتمشي عندها، اولا كتصل بها، اولا كتواصل معها. المهم مبقاتش كتجبدها نهائيا في ديك الفتره. الا كنتو تعقلوا سورتو في ديك الفتره فاش كانت يعني ذبحوا شي كبش ولا ما عرفت. المهم كانت معاها شي وحده سميتها سعاد. فاش كانوا في السطح وهذا. حنا في ديك اللحظه انا صراحه في ديك الفتره ديك لا فيديو بالضبط انا فاش شفت سعاد العنوان فرحت، قلت صافي واخيرا غتصالح مع الاخت ديالها. فاش دخلت كنلقى شي سعاد اخرى من المعارف ديالها هي اللي قصدت في العنوان ديالها في الفيديو. لكن سميرة كانت يعني كتسنى الاخت ديالها سعاد تجي تعتذر منها ويكون اعتذار رسمي اون بلان بيبليك كيف ما خرجت ضربت فيها وقالت عليها شي امور اللي خطيره كان عليها. وحتى انا كنت ناشد سعاد باش انها تخرج بفيديو اعتذاري باش انها تعتذر من الاخت ديالها على الكلام القبيح اللي كانت قالت عليها، وتعتذر منها اون بلان بيبليك يعني كيف ما طلعت وشهرت بها وقالت عليها شي امور اللي خطيرين. تطلع ثاني تنفي كلامها وتنفي يعني اي سب وقذف وجهته الاخت ديالها. فديك الفتره يعني ما كانش في فيديو، لكن يعني ما درتش فيديو اعتذاري، لكن درت واحد الخطوه ديال انها مشات تقدات ساره ومشات عند الاخت ديالها. ومهم استقبلاتها عادي يعني ماشي شي حاجه، ولكن كيبقى داكشي بيناتهم شغل. هو مع داك غير دابا جيت نقول لكم باللي السبب اللي خلى سعاد وسمير يتخاصموا هو ان سعاد فاش جات عند الاخت ديالها قالت لها شنو شفت، يعني اتهمتها بانها غيرانه يعني كتغير منها وحاسده هذاك الشيء علاش كتهم الاخت ديالها الابن عفوا ديالها والزوج ديالها. المهم هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. سعاد ترقبوها قريبا، هي ما تقدرش تغبر 6 شهور كامله باش انها ما تحطش دي فيديو. اكيد غترجع تاني للروتينات، غترجع للحنه وغترجع يعني غتبعد على المعطيه اكيد، ما غتبقاش دير شي لايفات على ما اظن. والله اعلم الا دارت بالنصيحه ديال الاستاذ ديالها يعني المحامي ديالها راه اكيد ما غتشوفوهاش في شي لايف، غتشوفوا هي الروتينات ديالها في الفيديوهات. اما اذا اللي فيها ما هنها واللي الشطاح ما كينساش زيت الكتف تشوفوها تاني خرجات ودارت لايف وكتهضر وتضرب في هادي وتضرب في هادي. المهم نتمنوا ليها الهدايه ولجميع المسلمين اجمعين ان شاء الله، والله يدير لهم اللي فيها خير، والله يعاوننا على اننا نطفوا القنوات عفوا اليوتيوب المغربي. ونتهلاو في اليوتيوب ونتلاقاو في فيديو ان شاء الله. بسلام عليكم.